بص يا غالي، بما اني راجل بتاع مشاريع واحنا هنا في القناه بنلخص المشاريع، وبما ان في شغل المشاريع والمصالح مفيش احسن من شغل المواسم، فانا جاي النهارده اقول لك اني جايب لك افضل 10 مشاريع مربحه في موسم رمضان وكل سنه وحضراتكم طيبين. وال10 مشاريع دول هحاول اشرحهم لك بالتفصيل واجاوبك على اهم 4 اسئله انت محتاج تعرف اجابتهم قبل ما تبدا، وهما ايه هو المشروع وابدا فيه ازاي، اجيب بضاعه ومستلزمات المشروع من فين، وايه الطرق اللي اعرف ابيع بيها البضاعه، ورابع حاجه واخيرا امتى ابدا المشروع وامتى اوقفه. طيب عشان كل مشروع ياخد حقه في الشرح فانا هقسمهم لك على فيديوهات هينزلوا ورا بعض في سلسله على القناه، وهتلاقينا حاططهم لك كلهم في قائمه تشغيل واحده اللي هي دي، وهتلاقيها في علامه الاي اللي فوق. وبالمناسبه احنا بدانا السلسله دي فعلا وده المشروع السابع فيها. طيب قبل ما نبدا في مشروع النهارده عايز اعرفك حاجه مهمه جدا، وهي انك تدعمنا بلايك عشان نقدر نكمل ونستمر، وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات لحد عندك وانت زي الباشا. وتعالى عشان نبدا مشروع النهارده ونروح لاول سؤال، وهو ايه هو المشروع وازاي ابدا فيه. اولا المشروع هو لعب اطفال للعيد. طيب ازاي ابدا فيه؟ قبل ما تبدا في المشروع ده لازم تكون عارف اننا هنا مش بنتكلم على لعب الاطفال بشكل عام، لا احنا هنا بنتكلم عن لعب الاطفال الخاصه بايام العيد، زي مسدسات الميه والمسدسات والبنادق اللعبه وغيرهم من اللعب المناسبه. طيب اجيب البضاعه من فين؟ بص في المشروع ده عليك وعلى العتبه وخصوصا المسكي، روح هناك وشوف بنفسك، وعشان ما يضحكش عليك حاول تاخد لك لفه كويسه جدا وبتركيز على التجار والاسعار قبل ما تشتري اي حاجه. طبعا الكلام ده لسكان القاهره والجيزه، فلو حضرتك من سكان المحافظات التانيه حاول تشوف اقرب منطقه ليك فيها تجار الجمله المتخصصين في الموضوع ده. المهم نروح للسؤال الثالث، وهو ايه الطرق اللي اعرف ابيع بيها البضاعه. انا هقول لك على طريقتين، والميزه ان كل واحده فيهم مختلفه عن الثانيه، وكمان تقدر تعمل الاثنين مع بعض. الاولى وهي انسب طريقه لكل المشاريع الموسميه، وهي البيع اونلاين بالطريقه اللي تعجبك وعلى المنصه اللي تريحك، سواء تيك توك او فيسبوك او يوتيوب او انستجرام او غيره. وان كنت انا بفضل التيك توك نظرا لان الانتشار فيه اسرع والوصول فيه للمستهلك اسهل من غيره بكتير. تاني طريقه وهي الفرشه، ودي حرفيا اللي بتحرق معاك وبتعمل احلى شغل. انت يوم العيد هتشوف مكان حاوي يكون بيتجمع فيه اطفال كتير او بيعدي عليه اطفال كتير، وافرش واعرض بضاعتك يا معلم. احنا يا باشا بنتميز عن بتوع المحلات ان احنا ولا بندفع ايجار ولا غيره، فاسعارك لازم تكون كويسه عشان تعرف تحرق اللي معاك. وعلى فكره انت ممكن ما تشتغلش اونلاين، انت ممكن تكون كل مصلحتك انك تجيب شويه لعب حلوه وتبيعها يوم العيد بس كده، هتبقى مصلحه يوم واحد وشكرا، وبتبقى احلى مصلحه على فكره. طيب تعال نروح للسؤال الرابع، وهو امتى ابدا وامتى اوقف. بص انت لو هتبيع اونلاين حاول تبدا من نص رمضان، وبعد العيد ممكن توقف براحتك، او لو الموضوع عجبك واشتغل معاك كويس ممكن تكمل فيما بعد في لعب الاطفال بشكل ثابت ودائم. اما لو هتشتغل بالفرشه فزي ما قلت لك انك ممكن تخليك في مصلحه اليوم الواحد، ودي مكسبها حلوه قوي على فكره. حد هيجي يقول لي انا شايف ان المشروع ده مناسب اكتر لايام العيد، طب وباقي شهر رمضان نعمل فيه ايه؟ هقول لك روح اتفرج على قائمه المشاريع دي، كلها مشاريع خاصه بشهر رمضان، اتفرج عليهم واختار لك مشروع او 2 تعمل منهم مصلحه حلوه وادعي لي. ما تنساش بقى تدعمنا بلايك واشتراك في القناه. سلام.